تخيل تصحى الصبح تبص في المراية وتلاحظ إن خط شعرك رجع خطوة كمان لورا. تقول عادي، توتر. بعد سنة تلاقي الفراغات بقت واضحة. بعد سنتين تبدأ تلبس كاب كتير. الصلع مش بس فقدان شعر، ده أحيانا فقدان ثقة. بس السؤال هنا، هل زراعة الشعر فعلا بترجع الزمن ولا مجرد حل مؤقت؟ النهاردة هنفكك الموضوع علميا من أول بصيلة لحد النتيجة النهائية. الصلع الوراثي، العدو الخفي. أكتر سبب لتساقط الشعر عند الرجالة هو الصلع الوراثي، والسبب الحقيقي مش إن الشعر بيقع فجأة، لأ، اللي بيحصل إن هرمون اسمه DHT بيهاجم البصيلات الحساسة في مقدمة الرأس. مع الوقت البصيلة بتصغر، الشعر يبقى أرفع لحد ما يتحول لوبر خفيف وبعدين يختفي. الغريب إن الشعر اللي في مؤخرة الرأس غالباً ما بيتأثرش بالهرمون ده، وده اللي خلى العلماء يكتشفوا فكرة زراعة الشعر من الأساس. فكرة زراعة الشعر مش زرع جديد، نقل ذكي. ناس كتير فاكرة إن الدكتور بيزرع شعر صناعي. الحقيقة إن العملية اسمها إعادة توزيع. يعني الدكتور بياخد بصيلات قوية مقاومة للصلع من المنطقة الخلفية وينقلها للمنطقة اللي حصل فيها فقدان. البصيلة لما تتنقل تحتفظ بصفاتها الوراثية، يعني تفضل مقاومة للصلع حتى بعد ما تتزرع في المقدمة. مين الشخص المناسب لزراعة الشعر؟ مش أي حد ينفع يعمل العملية. الدكتور لازم يشوف هل الصلع مستقر؟ هل في مخزون كافي من الشعر في الخلف؟ سن المريض كام؟ لو حد صغير جدا ولسه الصلع بيتطور ممكن يزرع دلوقتي وبعد سنتين يلاقي مناطق جديدة فضيت. التحضير قبل العملية. قبل العملية بيتم عمل تحليل دم والتأكد إن مفيش أنيميا أو مشاكل سيولة. المريض بيطلب منه يوقف تدخين شوية ويبعد عن أدوية معينة. اليوم نفسه بيتم تحديد خط الشعر الجديد بعناية شديدة. وهنا بقى الفن الحقيقي، لأن رسم خط شعر غلط ممكن يخلي الشكل صناعي جدا. تقنية FUE بالتفصيل. في تقنية FUE الدكتور بيستخدم أداة دقيقة جدا اسمها بانش، قطرها أقل من 1 ملم. يتم استخراج البصيلات واحدة واحدة. الميزة هنا إن مفيش جرح كبير. العيب إن العملية بتاخد وقت أطول وبتحتاج دقة عالية جدا. تقنية FUT بالتفصيل. في تقنية FUT بيتم إزالة شريحة صغيرة من الخلف، بعدها يتم فصل البصيلات تحت ميكروسكوب. الميزة إننا نقدر نطلع عدد بصيلات أكبر في جلسة واحدة، لكن بيبقى فيه أثر خط جراحي رفيع في الخلف. أثناء العملية بيحصل إيه؟ المريض بيبقى صاحي تحت تخدير موضعي. أول مرحلة سحب البصيلات، تاني مرحلة فتح قنوات دقيقة جدا في المنطقة المستقبلة، تالت مرحلة زرع البصيلات واحدة واحدة باتجاه معين عشان يطلع الشكل طبيعي. بعد العملية مباشرة هتلاحظ احمرار بسيط وقشور صغيرة حوالين كل بصيلة. ممكن يحصل تورم خفيف في الجبهة لمدة 2 أو 3، وده طبيعي جدا. الصدمة النفسية بعد شهر. بعد حوالي 3 أو 4 أسابيع الشعر المزروع بيقع بالكامل تقريبا. ناس كتير بتفتكر إن العملية فشلت، لكن الحقيقة إن ده جزء من دورة الحياة الطبيعية للبصيلة. الجذور موجودة تحت الجلد وبتبدأ مرحلة النمو الجديدة. مراحل النمو الحقيقية. بعد 3 شهور يبدأ شعر خفيف جدا يظهر. بعد 6 شهور فرق واضح. بعد 9 شهور كثافة محترمة. بعد سنة النتيجة النهائية تقريبا. هل النتيجة طبيعية فعلا؟ النتيجة بتعتمد على مهارة الدكتور، زاوية الزرع، توزيع الكثافة، تصميم خط الشعر. الدكاترة الشاطرين بيراعوا إن خط الشعر ما يكونش مستقيم قوي عشان ما يبانش صناعي. المخاطر والمضاعفات. نادراً ممكن يحصل التهاب، تنميل مؤقت، نمو غير منتظم، لكن مع مركز محترم النسبة قليلة جداً. تكلفة زراعة الشعر. التكلفة بتتحسب بعدد البصيلات. في مصر أقل من أوروبا، وفي تركيا بقت صناعة كاملة للسياحة العلاجية، لكن دايماً الجودة أهم من السعر. هل العملية دائمة؟ الشعر المزروع غالباً دائم لأنه جاي من منطقة مقاومة للصلع،
لكن الشعر الأصلي اللي حواليه ممكن يفضل يقع لو الصلع مستمر. هل ممكن أحتاج جلسة تانية؟ في حالات الكثافة الكبيرة أو الصلع المتقدم أحياناً بيحتاجوا جلستين عشان يوصلوا لنتيجة مثالية. الجانب النفسي الأهم، كتير جداً بعد العملية بيقولوا إنهم رجعوا يحسوا بنفسهم تاني، الثقة بالنفس بتزيد، التصوير بقى أسهل، حتى العلاقات الاجتماعية بتتحسن. نصيحتي قبل ما تاخد القرار، اختار الدكتور مش الإعلان، اسأل على نتائج حقيقية، شوف صور قبل وبعد، افهم إن الموضوع محتاج صبر سنة كاملة. الخاتمة القوية، زراعة الشعر مش سحر، لكنها تقدم طبي مذهل، لو اتعملت صح ممكن تغير شكلك وحياتك، لكن القرار لازم يكون واعي ومدروس. ولو استفدت ما تنساش تدعم القناة.